تشتهر مدينة حمص السورية بكثرة النكات التي تتحدث عن أهلها ولو من باب المزاح. ومن الغريب هنا أن مواطني المدينة هم أصحاب غالبية هذه النكات، حتى بلغ الأمر إلى حد مطالبتهم بمنح مدينتهم لقب مدينة الضحك العالمية. موقع لأصدقاء النكتة الحمصية على الفيسبوك، والأمر ليس نكتة بل طموح أن تأخذ مدينة حمص المشهورة بنكاتها لقبا عالميا كعاصمة للضحك، والفكرة لصحفي من مدينة حمص. فكرة المجموعة هدفين رئيسيين. أولا إعلان حمص عاصمة عالمية للضحك والضغط على اليونسكو لإقرار هذا الموضوع كونه هي معنية بهي الجوانب ضمن إطار التراث اللامادي، ولفت النظر لأصحاب القرار في سوريا أنه تنضم النكتة الحمصية كجزء من التراث الشعبي السوري. حمص مدينة تتوسط سوريا، وشكل موقعها تاريخيا همزة وصل بين العالمين القديم والحديث، أما أهلها فيوصفون بالطيبة وخفة الظل لدرجة تناولت أخبارهم أغلب كتب الرحالة والأدباء العرب. ذكر الحمصي كبطل في أدب الجاحظ، في أدب أبي حيان التوحيدي، في العقد الفريد، في نثر الدرر، في محاضرات الأدباء، وفي كتب الرحالة، وفي كتب التاريخ العربي، ابن جبير، ياقوت الحموي. ولكن هاي القصص اللي كانت صحيح كانت تبعث على الضحك، ولكن كانت تختزن سنوات من الصراع. وكانت حمص مدينة حسم كثير من النزاعات التي دارت في هذه المنطقة عبر التاريخ، ولذا كان موضوع النوادر جزءا من الحرب النفسية على أهلها، إلا أن الحماصنة فيما بعد طوروا فيها لتغدو صبغة عامة للمدينة تروي ويروى عنها النكات. حمصي فات على الحمام، شاف الشاطة قال كل هاي شاف حلاقة. شلون الحمصي بيصيد الأرنب؟ كيف؟ بقلد له صوت الجزرة. والله أهل حمص يعني شعب بسيط، شعب هيك بحب بعضه كلياته، وشعب مرتب ومهذب، يعني بقى بحب الضحك وحب المزح. روحوا مرحى، شوف هيك مثلا اتفرج على الشاب هذا مثلا. هي مدينة حمص لازم تكون هي اللي بتسبب الضحك للعالم، كون انه العالم يضحكوا عليها. لا، انا ما بحب هيك، بحب انه لازم تكون هي قدوة لغيرها. ويشاع عن أهل حمص بأنهم يحتفلون يوم الأربعاء بعيد يشبه عيد المجانين، والقصة تاريخيا أنه حين حاول تيمورلانك دخول المدينة خرجوا إليه يضربون بالطناجر والأحذية متظاهرين بأنهم مجانين، فظن أن نهر العاصي الذي يشربون منه هو السبب، فأمر جيشه بالابتعاد سريعا عن المدينة. تختلف النكتة من شعب إلى آخر بحسب العادات والتقاليد والمستوى الثقافي، واعتادت كل دولة أن تطلق النكات على أهل مدينة من مدنها، لكن ما يميز مدينة حمص أن إطلاق النكتة فيها تراكم عبر تاريخ اجتماعي طويل، مما ولد فكرة إعلانها عاصمة عالمية للضحك. لكن هذه الفكرة بقيت متأرجحة بين مؤيد ومعارض من أهالي هذه المدينة. دي مناصيب روسيا اليوم من مدينة حمص.